ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا ريتاج اولى طب بيطري. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع يخص كل واحد فينا، وخصوصا لو انت في ثانويه عامه. ايه هي اسرار المذاكره السريعه؟ كتير مننا بيقعد وقت طويل جدا يذاكر وفي الاخر بيحس ان هو ما ذاكرش حاجات كتير او ما استفادش حاجات كتير. لو عايز تحقق درجات عاليه وتتفوق في مذاكرتك تابع معايا الفيديو ده، لاني هشارك معاك خطوات مذاكره هتسهل لك المذاكره وهتخليك تذاكر حاجات كتير في وقت قليل، وهتخليك تذاكر بطريقه مختلفه تماما. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تضغط اللايك وسبسكرايب وتعمل جوين لجروب التليجرام، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهي نيتك اصلا للمذاكره ايه. قبل ما تقعد تذاكر عايزاك تسال نفسك انا قاعد بذاكر ليه؟ ايه هدفي من المذاكره دي؟ هل هتذاكر عشان اهلك ولا هتذاكر عشان تنجح وتحقق هدفك وتدخل الكليه اللي انت عايزها؟ لما تحدد اللي انت عايزه من المذاكره دي هتحس انك عندك دافع اكتر انك تكمل وتذاكر. وعايزاك دايما تفتكر الايه اللي بتقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. وعايزاك تفهم ان التعليم مش بس عشان تذاكر وتنجح وتعدي سنه وتدخل السنه اللي بعدها، لكن كمان عشان تطور نفسك وتكون اضافه للمجتمع، وكمان ترضي ربنا وتاخد اجر على كل كلمه بتذاكرها. تاني حاجه وهي مهمه جدا هو انك لازم تختار مكان مناسب للمذاكره. اختيار مكان مذاكرتك لازم يكون بحذر، لان المكان اللي بتذاكر فيه بيأثر على تركيزك، فحاول تختار مكان هادي ومريح. طب ازاي؟ اهم حاجه تكون مختار مكان منور كويس جدا، لان الاضاءه الكويسه هتساعد على زياده تركيزك. وشيل اي حاجه ممكن تشتت تركيزك زي الموبايل والجيمز، وكمان خلي كل ادواتك جنبك عشان ما تقومش كتير، عشان ما تقومش تقول انا عايز ميه عايز اكل والحاجات اللي انتوا بتعملوها اللي كلنا عارفينها دي. تالت حاجه وهي ازاي تتعامل مع المشتتات. والمشتتات يعني زي ايه؟ عندك الموبايل، عندك كمان السوشيال ميديا، وكل ده بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. وبجد لو مشيت ورا المشتتات دي هتخسر وقت كبير جدا ممكن تستفاد منه بحاجات كتير، وكمان هترجع تندم على الوقت اللي انت ضيعته وما عملتش فيه حاجه مفيده وكمان ما ذاكرتش فيه. فحدد وقت تذاكر فيه ووقت تتواصل فيه مع صحابك، بلاش تدخل كله في بعضه وتمشي بشكل عشوائي. وبعد كده نصيحتي ليك انك تبني عادات مذاكره صحيه، زي انك تستخدم قوه عقلك الباطن في المذاكره، وهي انك تحفظ الحاجات بصور او باغاني انت عاملها عشان تحفظ بيها، او بالتخطيط البياني اللي هي يعني الخرائط الذهنيه اللي انتوا بتعملوها عشان تفتكروا الحاجه اسرع. واكتر نصيحه بنصحها لك في الجزء ده وهو انك كل ساعه مذاكره ما بين كل ساعه وساعه تقوم تتمشى شويه، تتحرك في البيت، لان ده بينشط الدوره الدمويه وبيساعدك على التركيز اكتر. بعد كده وهو انك لازم تكون عامل نموذج تقييم ذاتي، وهقولك بيتعمل ازاي. اول حاجه وهو انك تعمل جدول تكتب فيه ايه اللي ذاكرته طول الاسبوع وايه اللي حققته وانجزته وايه الحاجات اللي راكمتها، يعني بمعنى اصح انك بتعمل تشيك على كل حاجه اخدتها طول الاسبوع. تاني حاجه انك تعمل ملخص لنفسك بعد كل درس يكون انت اللي كاتبه باسلوبك وبطريقتك انت عشان تعرف تفتكره كويس. وتالت حاجة انك تعمل اسئلة لنفسك وتحاول تجاوب عليها، لان دي تعتبر من الكريتيكال ثينكينج اللي الوزارة بتركز عليها وخاصة في النظام الجديد. واخر واهم حاجة في اللي احنا قلناه وهي التوكل على الله. لازم وانت بتذاكر وبتشتغل على نفسك تتوكل على الله، وكل لما تتعب تصلي وتدعي وتعرف ان النجاح بايد ربنا، وان انت كمان مش لوحدك في الطريق ده. وبس كده اللي حبيت اقول لكم في فيديو النهارده، يا ريت يكون فاتكم. باي.